قوة المنظورات الفكرية كفيل اللي هي تقدر تغير حياتك كلها. كان في فصلين طلاب، فصل أذكياء وفصل كتب عليه عندهم قصور في الذكاء، يعني فصل أغبياء يعني. فالمدرس هو بيكتب على الفصل ده كذا وده بيكتب على الفصل كذا، اتلخبط، كتب على الفصل بتاع الأذكياء فصل أغبياء، وكتب على الفصل اللي هم أصلا أغبياء كتب عليهم أذكياء. فأنت كده لما المدرس يجي يخش على الفصل، الطلاب اللي هم أذكياء وكتب على الفصل بتاعهم أغبياء، المدرس بيعاملهم إنهم أغبياء. وشوف هم أذكياء، المدرس عاملهم على إنهم أغبياء، فبالتالي تدنى مستواهم الدراسي وأصبحوا أغبياء. خش على الطلاب اللي هم يعتبر أغبياء وكتب على الفصل بتاعهم طلاب أذكياء، فبالتالي المدرس لما يخش على الفصل هم بيعاملهم أنهم طلاب أذكياء، فبالتالي ارتفع مستواهم الدراسي. وهنا تكمن خطورة